السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض السمك البوري. هنعمله سنجاري، هنعمله بالخضار. طعمه هيبقى في منتهى الروعة، هيعجبكم جدا. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا بقى جبت السمك بتاعي، هنضفه معاكم، هنضف واحدة كده معاكم. هقشر القشر بتاعها كده بالسكينة زي ما انتوا شايفين، واجيب المقص واقطع كل الزعانف بتاعة السمكة. انا بفتحها معاكم علشان يعني في بنات صغيرين مش بيبقوا عارفين يفتحوا السمكة ازاي. تمام. هننضف بقى كل الزعانف دي بالمقص. لازم يا بنات السمك بتاعنا لما تيجي تشتريه، السمكة تكون ماسكة نفسها كده، ما يكونش الجلد بتاعها او اللحم بتاعها طري. تكون السمكة ماسكة نفسها تمام، وكمان عينيها تكون بتلمع علشان طعمها يبقى حلو، عشان تبقى طازة وحلو. هجيب بقى عشان نفتحه سنجاري المقص، وادخل كده المقص في بق السمكة وافتحه من عند الظهر من فوق. تمام. احنا متعودين نفتح السمك التاني، الانواع التانية من عند البطن. احنا هنفتح دوت. اي سمك سنجاري هتفتحيه بتفتحيه من الظهر من فوق. تمام. لازم السكينة بتاعتك او المقص يكون حامي. انا المقص بتاعي كده صراحة كان تلم، فخفته خفت يعني على لحم السمكة ان هو يتبهدل معايا، فايه جبت سكينة كده حامية وبدأت ان انا افتح من عند الشوكة كده وانزل بيها. تمام. زي ما انتوا شايفين الطريقة سهلة جدا. هجيب بقى كده افتح بايدي كده، واجيب المقص اكسر بيه الشوكة اللي هي بتبقى في النص دي من عند الراس من فوق، علشان السمكة بتاعتي تتفتح معايا بسهولة. تمام. بصوا بقى الشوكة اللي هي في النص دي ماسكة السمكة، هجيب المقص واكسرها كده علشان السمكة تتفتح معايا بسهولة. هنفتح بقى بطن السمكة ونطلع كل اللي فيها دي، ونطلع الامعاء ونغسلها مع بعض وننضفها كويس جدا. يا ريت يا بنات اللي اول مره يزورني في القناه ما ينساش كده يضغط لايك كبير كبير علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد، وكمان يضغط اشتراك او سبسكرايب لو اول مره يزورني في القناه علشان القناه تكبر بيكم. بصوا بقى السمكه هنا انا طبعا غسلتها تحت الحنفيه كويس جدا ونضفتها، نضفت البطن بتاعتها كويس وشلت الخياشيم اللي بتبقى في الراس دي. وكمان السمك ما شاء الله كان فيه بطروخ. ما ترميهوش، حطيه في قلب السمك او حطيه تحت السمك وانتي بتعملي. بيبقى كله غذاء وفوائد. تمام. احنا كده بقى ظبطنا كده السمك بتاعنا وصفناه وركناه. هنعمل بقى شوية خضار كده علشان يتاكلوا مع السمك زي السكر. هجيب بقى طماطم واقطعها كده طرنشات، واي خضار انتي عايزه برضو تحطيه مفيش مشكله، ممكن ايه ان انتي تستخدميه. هجيب برضو بطاطس معايا واقطعها كده زي الطماطم، وبرضو ممكن تقطعيها تقطيعه، اي تقطيعه انتي عايزاها مش شرط التقطيعه دي. جبت كده قرن فلفل اخضر، لو عندك فلفل الوان ممكن برضو تحطي تزودي القيمه الغذائيه بتاعتها. جبت معلقه توم كبيره كده وحطيتها. وهنجيب بقى بصلتين كده، انا كنت ضربة البصل في الكبة علشان كنت بعمل رز صيادية، فانتي لو عايزة تعمليه شرايح برضو مفيش مشكلة خالص. هنحط بقى كده رشة من الملح ورشة من التوابل. هنجيب التوابل بتاعتنا اللي احنا هنتبل بيها الصينية بتاعتنا. رشة كده من الفلفل الاسود، ورشة كمون بس يعني رشة محترمة كده من الكمون. والشطة دي حسب الرغبة، يعني ممكن تحطي معلقة صغيرة مليانة وممكن ايه تستغني عنها. انا حطيت نص معلقة صغيرة. ممكن تحطي برضو اي توابل انتي بتحطيها. انا حطيت كمون، فلفل اسود، كزبرة ناشفة، شطة. ممكن تحطي بابريكا، اي توابل تانية انتي عايزاها حطيها. هنفرك بقى كل الخضار ده كده في بعضه. امسكيه كده بقى بايدك وفركيه في بعضه، هتشمي احلى ريحه للتوابل مع الخضار. رصيت بقى الخضار كله زي ما انتوا شايفين كده، ما حطيتش عليه زيت ولا اي ماده دهنيه. تمام. السمك بتاعي اهو جاهز. انا طبعا حطيته كده
اهو. هنفتحه بقى كده ونرصه في الصينيه بتاعتنا. عايزه اقول لكم كانت حته صينيه ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، سكر. جربوها وهتعجبكم جدا. هنرش بقى كده عصير ليمونتين محترمين كده على السمك بتاعنا، السمك بيحب طبعا الليمون. وهجيب بقى التوابل، جبت كمون وشطة بابريكا وكزبرة ناشفة وفلفل اسود وملح، وقلبتهم كده. هاخد نصهم بس ارشه على السمك علشان لحم السمك يبقى متبل معايا وطعمه حلو. وكمان هنسيب بقى نص التوابل دي نحطها على الخضار بتاعنا. عندي هنا بقى جزرتين كده حلوين، وبصلتين برضو، وتلات اربع طماطمات، ومعلقة كبيرة كده من الثوم، وقرنين فلفل. هنحط عليهم التوابل اللي احنا سبناها ونقلبهم في بعض. امسكي برضو الخضار ده كده، قلبيه في بعضه، وامسكيه كده افركيه. هتشمي برضو ريحة التوابل بقت فظيعة كده مع البصل والثوم والخضار. عايزه اقولك يعني ريحة التوابل بقت طالعة حاجة تفتح النفس. ما شاء الله تتبيلة روعة. لو عندك توابل سمك، انا للاسف ما كانتش متوفرة عندي، حطي منها بتخلي طعمها جميل جدا. هنوزع بقى كل الخضار بتاعنا ده زي ما انتوا شايفين كده. اي حاجة برضو هتتفضل معانا هنحطها في الصينية. تمام. بصوا شكل السمك. انا بقى مولعه الفرن بتاعي ومحمياه كويس جدا ومعلياه على اعلى درجه. احط السمك بتاعي على الشبكه واسيبه لما يستوي. ولما يستوي ممكن اولع له الشوايه كده دقيقتين وحسب الرغبه. يا ريت اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يضغط اشتراك ولايك لو عجبكم الفيديو.